السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي ألف صحة وسلامة، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده بقى يومنا كله هيبقى في المطبخ وكله شقة بصراحة وكله حاجات كده تفريزات، وهنعمل كمان مخلل وهنعمل حاجات كتير كده كل يوم كله هيبقى في المطبخ. نزلت السوق بقى جبت شوية حاجات كده وطلبات وبعض الحاجات ولقيت الطماطم اليوم ده كانت ب5 جنيه، فقُلت إيه هاجيب كده حوالي 3 كيلو من الطماطم على قد يعني ما عرفت أشيل، المفروض كنا جبنا كمية أكبر من كده، لإن الطماطم بنستغل الظروف لمّا نلاقيها حتى رخيصة ب5 جنيه كويسة، لإن كل يوم في حال، إحنا عارفين يوم النهارده ب5 بكرة ب8 بعده ب10 بعده ب12 وهكذا، كل يوم بسعر مختلف غير اليوم اللي قبليه. فقُلت هاجيب بقى على قد ما أقدر أشيل بصراحة، فجِبت 3 كيلو من الطماطم، وقُلت إيه دول هاعملهم صلصة، خلاص، وعلى قد ما أقدر لو في يوم تاني لقيتها مثلًا بنفس السعر هاجيب برضه وهاعملها صلصة واشيلها، وكان لي الصلصة هي أكتر كَم يعني من استغلال الفريزر عندِك، لإن هي بتغلى وسعرها بيعلى، ويبقى بصراحة سعرها رهيب، وإحنا بنحتاجها في كل الوصفات بتاعتنا وفي كل الأكل والطبيخ والكلام ده كله. فمن الحاجات الضرورية اللي لازم تستغلّيها في البيت ولازم تجيبيها. بُصّوا ده كنت باورّيكم فلاش، ده 7 في 1 للمنظّفات، مُزيل دهون، للأحواض، للبوتاجازات، للمفروشات، لكل حاجة، بصراحة تحفة جدًا، جدًا وسعره حلو جدًا والكمية بتاعته حلوة جدًا. بيطلّع كل البُقع من أي مثلًا من صالون، من الكلام ده كُلّه، تلاقي كل البُقع طلعت بمجرّد ما أنتِ هتبُخّي البَخّة على أي بُقعة موجودة عندِك وبعد كده هتجيبي الفرشة بتاعتِك وشوية من الكلوركس الألوان وامسحيها هتلاقي البقعة اختفت تمامًا حتى لو كانت بقعة صعبة. حلو جدًا، جدًا، أنا جِبته من سوبر ماركت بيم كان عامل حاجة و20 جنيه مش غالي خالص وبعدين الكمية بتاعته كبيرة جدًا وحلو جدًا بصراحة، لو أي بقعة في السجادة، أي بقعة في ستارة، أي بقعة في الكلام ده كله، بقعة صدى، الكلام ده كله، كله بيخرّجه وبيطلّعه وبيبقى فُل، بيخلّي البوتاجاز كمان بيبرق وبيلمع بصراحة حلو جدًا، وكمان ما بيضيّعش لمعة الstainless وريحته برضه مش قوية أوي زي سيترس تمام، حلو جدًا، جدًا جرّبوه وسعره كمان على قد العيد، أنا قُلت كمان أقول لكم عليه للي حابب يشتريه، حلو جدًا لإنه كمان كمية حلوة وموفّر، يعني سعره حلو، مش ب50 بقى ولا ب60 ولا الكلام ده كلّه لأ، هو منظّف 7 في 1 للبوتاجاز، للمفروشات، للكلام ده كلّه، هتلاقيه بيقضّي معاكِ كمية حلوة أوي وكام شهر كمان، وبيطلّع البُقع يعني بصراحة حلو، 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 جرّبوه مش هتبطّلي إن أنتِ تستخدميه. قُلت أمّا أقول لكم عليه لو حد حابب إن هو يستفيد بالتمن بتاعه أو إن هو بيغسل بوتاجاز كتير زيي أو الكلام ده كلّه، فهتنفعِك الكمية حلوة وكمان بينضّف ولمعة الstainless بتفضل زي ما هي، تمام؟ بس ماما بقى الله يبارك في عمرها يا رب كانت جايبة لي الليفت ده وكنت عندها يوم الجمعة فادّتهوني معاها، فرُحت بقى إيه، قُلت لازم بقى إيه، أعمله مخلِّل، كسّلت يوم بصراحة عن إن أنا أعمله وبعد كده قُلت لأ خلاص هاقوم بقى أعمله واليوم بقى كُلّه النهارده بتاعنا كُلّه في المطبخ. علشان الحاجة بتاعتنا لمّا هتقعد هتبوظ، فخسارة حرام. فجِبت بقى السكينة بتاعتي المشرشرة دي عشان يبقى كمان إيه، شكل المخلل كده متدلّع وحلو، لمّا تكون الحاجة متدلّعة بتبقى شكلها حلو بصراحة، بتبقى زي اللي بتجيبيها من برّه، وبتبقى شكلها كده إيه، لذيذ ولطيف، وفي الأكل كمان وأثناء التقديم بتبقى حلوة جدًا. خلّيت بقى كده المخلل بتاعي قطّعت الكمية كلّها، أنا ما أعرفش الكمية كانت قد إيه بصراحة، زي ما قُلت لكم ماما هي اللي كانت جايباها، فقُلت إيه على قدّي البرطمان وخلاص، وإحنا كمان مش هنخلّص الكمية دي كلّها يعني، إحنا ما فيش هُم فردين في البيت والأطفال مش هياكلوا طبعًا مخلّلات والكلام ده كلّه، فأنا عملتها ويا رب بقى إيه تستنى يعني، لمّا نشوف بقى، يا هتستنى يا هتخلص على طول والكلام ده كلّه مش عارفين بقى، يعني إحنا زي ما قُلت لكم 2 فمش عارفين هنخلّص الكمية دي والّا الكمية دي هتبقى كتير أوي علينا، فماما هي اللي جابتها فقُلت بقى أعملها بالمرّة علشان ما تبوظش، فقطّعت كده كل الكمية بتاعتي وكمان مخلّل الليفت ده من أجمل أنواع المخلّلات اللي أنا باحبها، وهو بيظهر كده مرّة كده في السَنة فبيبقى طعمه حلو أوي، أوي كمان، أنا باحبه أكله مع الجبنة القريش، بيبقى طعمه تحفة كده وبيبقى ليه كده مذاق خاص كده مع الجبنة القريش، بيبقى طعمه حلو أوي. بس قطّعنا بقى كده عايزة تقطّعي بالسكينة براحتك، عايزة تقطّعي بقى بالسكينة المشرشرة كده وتدلّعيه زي ما قُلت لِك براحتك. فاليوم ده بصراحة قُلت أنا عايزة أفطر أكل كده فطار، أحس كده إن في إيه، أطباق جنبي مش ساندوتش وخلاص وأركن على جنب وخلاص على كده لأ، أنا عايزة أفطر بطاطس وعايزة أفطر بتنجان، بما إني نزلت السوق الصبح جِبت شوية طلبات وجِبت بتنجان وجِبت طماطم وجِبت بطاطس وفلفل وخيار والكلام ده كلّه، فقُلت لأ، أنا هافطر بطاطس محمّرة، هافطر بتنجان وبيض مسلوق والحاجات دي، أنا عايزة أفطر فطار النهارده دسم ومتين، فطار من الشعبي الأصيل،
اللي هو بقى إيه كُلّه زيوت، 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 مش مشكلة ما علينا. ما دام يوم استثنائي ساعات بتحسّي نَفْسِك كده إن أنتِ عايزة تخرجي عن القاعدة، وإن أنتِ مش عايزة رتم اليوم بتاعِك يمشي زي اليوم اللي قبليه. ما دام يوم استثنائي فعادي يعني، ما دام مش كل يوم هناكل بتنجان وهناكل بطاطس والكلام ده كله، ففي يوم كده بنخرج فيه كلنا مش أنا بس، كلنا بنخرج عن القاعدة وبتلاقي نفسِك بتعملي الحاجة اللي إيه، اللي خارجة إن أنتِ ما بتعمليهاش كل يوم أو على فترات بعيدة بتعمليها. بس بُصّوا البتنجان لونه كان خطير ودهبي، أنا كان نفسي آكل بتنجان سُخن، أصحى كده من النوم آكل بتنجان سُخن، ما أعرفش كانت هَفّة عليَّ خالص إن أنا أقوم أحمّر بطاطس وبتنجان وبيض مسلوق، بس مش عايزة آكل حاجة تانية. والله ساعات كده بتقومي كده بيبقى أنتِ كده متخيلة الأكلة دي وأنتِ صاحية من النوم أنا هافطر كذا وكذا وكذا، لأ أنا هافطر خلاص، ما فيش مشكلة، يوم وهيعدّي. بُصّوا الجبنة دي اسمها أكناز مِش تركي، تحفة جدًا، جدًا، طعمها حلو أوي، أوي يا بنات، لو لقيتوها في السوبر ماركت، بس هي طبيعي هتلاقيها في سوبر ماركت بيم، بس مش في أي ولا فتح الله ولا الكلام ده كله. تمام، الكمية دي هي 240 جرام عاملة 10 جنيه في العرض، تحفة، 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 طعمها تحفة، جرّبيها ومش هتندمي. وعملنا كده شاي أخضر عشان نسيّح كمان الدهون، طبعًا الدهون ما إحنا واكلين زيوت بقى، بتنجان وادّي، بطاطس وادّي. الدهون الصحّي اللي في الموضوع ما تنسوش إن في وجبة صحّية اللي هي البيض، خلاص ما ننساش، حطينا صحّي برضه. المهم قطّعنا الطماطم كده وحطيناها تتسبِّك على النار بدون مَيّة، بدون أي حاجة، وسِبتها لغاية ما الطماطم اتهرِت معايا خالص واستوت كده واتسبِّكت، وبقى فيها شوية مَيّة صغيّرين خالص علشان ينفع إن أنتِ تضربي بيهم، تمام؟ المهم ضربتها كويس بالهاند بلندر، لو عندِك هاند بلندر اضربي على طول، لو عندِك خلاط استني لمّا تبرد وحطيها في الخلاط بتاعِك، وحطي عليها معلقة سكر كبيرة، وحطيت كمان معلقة ملح، وحطيت معلقتين من الزيت، وحطيتها تاني على النار، خدت غلوة كمان كده مع بعضها تاني، وبعدين سِبتها بقى خالص تبرد، ورجعت تاني للمخلل بتاعي حطيته في البرطمان، علشان نعمل بقى إيه الخلطة بتاعته. عفوًا، وعشان نحفظه بقى ونشيله ونبدأ ناكل منه، هو ما بياخدش وقت خالص، من الحاجات السهلة السريعة اللي ما بتاخدش وقت خالص. بُصّوا بقى قاعدة التخليل بتاعتنا اللي كل مَج مَيّة هي معلقة ملح ممسوحة، تمام، مش معلقة ملح كبيرة، معلقة ملح كده من معلقة الأكل الكبيرة بس ما تبقاش هرمية أوي، عشان الحاجة ما تتملّحش معاكِ بزيادة، خلاص؟ ودوّبت بقى حطيت كده كوبايات المَيّة بتاعتي على قد المخلل، وبدأت أحط فلفل أحمر مفروم خلاص، ومعلقة سُكّر، خلاص، عشان السُكّر ده مادة حفظ بيحفظ لي المخلل بتاعي، وبيخلّيه يقرمش كده وفيه سِنّة قرمشة وبيبقى حلو وما يتهريش معاكِ بسرعة، تمام كده؟ دوّبت كل الكلام ده كلّه مع بعضه، وهابدأ أحطه في المخلل اللي عندي، وزي ما قُلت لكم هو ما بياخدش وقت خالص، خالص، خالص في التخليل. بُصّوا البنجرية دي من الحاجات اللي كنا جايبينها من أيام المشتريات اللي كنا مخزنينها مع بعض في السوق، وبدأنا إن إحنا نحطها في بلاستيك راب أو البلاستيك الغذائي ده، بُصّوا ولا كرمشت ولا لونها غيّر ولا اتأثّرت خالص بعوامل الحرارة بتاعة التلاجة ولا الكلام ده كلّه، أبدًا. طول ما أنتِ حافظاها في البلاستيك ده، البلاستيك الغذائي، الحاجة بتاعتِك والخضار هيقعد معاكِ أكبر فترة ممكنة في التلاجة، تمام؟ بيقعد معاكِ بدون ما يتأثّر ولا يكشكش من برّه ولا يكِش ولا يعمل برودة من جوّه ويبقى مَيْمَي كده والكلام ده كلّه، لأ خالص، هيفضل بنفس ما جبتيه أول يوم، تمام؟ بس حطيت كده منجراية على المخلل بتاعي، زوّدت حسيت إن المَيّة كده إيه لسه محتاجة تاني، زوّدت تاني. أهم حاجة في المخلل إن أنتِ تغلي المَيّة كويس وتسيبيها تبرد، تمام، وبعد كده تبدئي تستغلّيها في المخلل، علشان لو أنتِ استخدمتِ مَيّة على طول من الحنفية، بمجرد ما هتيجي تطلّعي بعد كده المخلل هتلاقي المخلل بتاعِك بيسوَد. فالأحسن إن أنتِ تعقّمي المَيّة بتاعتِك وإن أنتِ تغليها وتسيبيها تبرد، وبعد ما تبرد خالص تمامًا تبدئي إن أنتِ تعملي المخلل بتاعِك، تمام؟ بس ده الأحسن والأصح للمخلل. المهم لازم تقلبي كمان البرطمان على الأقل يوم، وتاني يوم تبدئي بقى إن أنتِ ترجّعيه تاني لحاله، وخلاص كده. لازم تقلبي البرطمان كده أول يوم ما هتعملي فيه المخلل. الصلصة بتاعتي كانت بردت بقى، جِبت الأكياس بتاعتي، بُصّوا الأكياس دي بسوستة حلوة جدًا للحفظ، جميلة، 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 جدًا، 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 هتلاقيها برضه في فتح الله أو سوبر ماركت بيم. أنا عندي كوين عارفين إن أنا باستخدمها، ودي كمان لسه باجرّب إن أنا أستخدمها اللي هي فيها سوستة دي، حلوة جدًا برضه، الأكياس بتاعتها حلوة ومساحتها كمان حلوة، خلاص، وفي منها أحجام كبير، صغير، الكلام ده كلّه، هتلاقيها برضه في فتح الله في أي سوبر ماركت كبير هتلاقي الأكياس دي موجودة.
تمام، بتبقى حلوة جدًا في الحفظ وبتحفظ الحاجة كويس جدًا، وفي نفس الوقت لمّا الحاجة بتتفرد فيها أنتِ هتيجي تطلّعيها أو تخرّجيها مثلًا لو عايزة طماطم، عايزة بصل، عايزة الكلام ده كلّه، هتبدئي إن أنتِ تفتحي السوستة تكسّري حتّة الطماطم اللي أنتِ عايزاها والباقي هتقفلي عليه، فبتبقى حلوة جدًا، جدًا، جدًا في الحفظ بصراحة. بس إحنا عارفين إن كل الحاجات دي كلّها بقت غالية، دول كانوا عندي بصراحة. استخدمي الأكياس العادية لو مش موجودة، استخدمي أي حاجة موجودة عندِك إن أنتِ بتحبي تحفظي فيها، بس أهم حاجة في الحفظ إن الحاجة تكون محكمة الغلق، تكون الهوا متخرّج منها عشان ما تبقاش عامل إفساد في التلاجة للحاجة اللي أنتِ هتحفظيها، تمام، ما تفسدش منِّك بسرعة، لإن أكتر حاجة بتفسد الحاجة اللي أنتِ هتحفظيها في التلاجة هي إن الحاجة بيكون داخلها هوا، خلاص؟ لازم تخرّجي الهوا منها تمامًا علشان خاطر تبقى كويسة معاكِ في التلاجة وتعيش برضه أكبر فترة ممكنة بنفس صلاحيتها. خلاص، قُلت بقى إيه ده خلاص بقى آخُد rest كده في النُص، لازم ندّي لنفسنا هُدنة، وقُلت هاعمل كوباية قهوة كده، فنجان قهوة كده أفوّق وأصحصح عشان أكمّل بقية اليوم، لسه اليوم معانا طويل، طويل، طويل. وإحنا بقى إيه دابين بتنجان وبطاطس ولا هَممنا، آخدين الpower والطاقة كلّها الصبح. بس، فعملت بقى كده فنجان أنا باحب أشرب القهوة مسكّرة. والقهوة علشان تعمليها صح الصح لازم تبقى على نار واطية جامد جدًا، يعني تستوي كويس جدًا، علشان ما يبقاش الوش بتاعها مرمّل أو محبِّب كده، فتبقى الوش بتاعها ناعم وطعمها كده يبقى أنتِ إيه، حابة إن أنتِ تشربيها كده ناعمة، وفي نُص تسويتها لازم تدّيها تقليبة علشان مرارة القهوة تنزل تحت، خلاص، وبيدّي كمان التقليبة اللي في النُص دي بتدّيكِ كمان نعومة لوش القهوة، خلاص؟ يعني في نُص تسويتها كده ابدئي ادّيها تقليبة، هتلاقي كده إن الوش فتح معاكِ وبيض فوق، والمرارة بتاعة القهوة نزلت كلّها تحت. رُحنا بقى إيه، شربنا القهوة بتاعتنا وقُلنا نعمل الغدا، عشان خلاص بقى كده إيه، خلّصنا كل الحاجات اللي إحنا حبينا نفرّزها وإن إحنا نعملها الصبح، وقُلنا بقى نعمل الغدا نتبّل الفراخ علشان خاطر هنشويها، وعلشان تشوي فراخ لازم إن أنتِ فراخ أو لحمة أو الكلام ده كلّه لازم تضربي عليها بأي حاجة. خلاص، لازم تضربيها كده، تضربي اللحمة بتاعتها أو العضماية بتاعتها علشان خاطر الأنسجة بتاعتها كده تتفتح وتشرب التتبيلة بتاعتِك، وتبقى حلوة في التسوية كمان، تستوي معاكِ بسرعة وما بتاخدش وقت، خلاص، غير ما على حالها كده اللي هو إيه، ولا بتدوقيها ولا الكلام ده كله، لأ لازم تتدق كويس علشان خاطر تدّيكِ تسوية حلوة، وبما إننا كمان هنشويها، وأنا كانت الوراك هنا كبيرة، فهتاخد وقت معايا في التسوية، فلازم أدوقها كويس علشان تستوي معايا، ما يبقاش فيها حتة فيها دم أو الكلام ده كله. خلاص، وكانت هنا ليلي عندها تمرين، فقُلت أنا هاتبّل الحاجات دي كلها وانزل التمرين وهاطلع بعد كده أشوي الفراخ. تكون أخدت وقتها في التتبيلة وارتاحت كده وبقت حلوة كده وjuicy وجميلة. حطيت كده بصلاية كبيرة وحطيت قرن فلفل وحطيت 3 طماطمات وحطيت معلقة كبيرة توم ومعلقتين زيت ومعلقتين خل وحطيت معلقة كبيرة صويا صوص وحطيت فلفل أسود وحطيت ملح وحطيت معلقة كبيرة من العسل النحل بيخلي لحمة الفراخ كده طرية وحلوة وبيديها تسكيرة حلوة كمان. وحطيت ال11 بهار وحطيت كاري وحطيت رشة من جوزة الطيب والتوابل اللي بتحبي تحطيها حطيها، خلاص، بكل ده بيرجع لِك أنتِ في الآخر، وحطيت كزبرة ناشفة، تمام كده، وكل ده ضربته في الخلاط عشان نعمل تتبيلة حلوة. وأنا لمّا باعمل حاجة أنتم عارفين إن أنا باعمل مثلًا كمية آخد منها شوية والباقي باحتفظ بيه لمرّة واحدة، علشان ينفعني مثلًا في تتبيلة تانية مرّة كمان، خلاص، مش باعمل كمية رهيبة يعني، باعمل كمية تكفيني تاني لمرّة واحدة. أخدت من الكمية اللي أنا ضربتها دي حبّة من الفراخ اللي موجودة عندي، وكيس عبّيته علشان خاطر أحتفظ بيه في الفريزر لو هاشوي لحمة، هاشوي فراخ تاني، يبقى التتبيلة جاهزة هتطلع يا دوبك تفُك، هاحطها في الفراخ وهاسيبها تبات ليلة كاملة في التلاجة. إنما اللي عندي دي أنا سِبتها بقى خلاص وعملتها زي ما قُلت لكم، نزلت وطلعت، ولازم تحطيها في التلاجة عشان تشرب معاكِ التتبيلة كويس، تمام؟ أهو بقية التتبيلة حطيتها في كيس وهارجع أحطها في الفريزر، وقت ما هاحتاجها هاخرّجها هالاقيها سهلة وبسيطة معايا، سهلة إن أنا هاتبّل فيها الحاجة يا دوبك هتتغسل كويس، أهم حاجة في شوي الفراخ إن الفراخ بتاعتِك تتغسل كويس جدًا وما يكونش فيها أي ريحة ولا أي دم، خلاص، تخرّجي منها كل حاجة، كل دهون غير مرغوب فيها تخرّجيها عشان ما تسببش زفارة بالذات في شوي الفراخ، تمام، تاكلي كده اللحمة بنِفس، تبقى طعمها حلو ونضيفة وما يبقاش فيها أي زفارة خالص. وأهم حاجة في غسيلها الليمون والملح الخشن،
بيضيّع أي زفرة تمامًا الليمون، بيتخلّص من كل ده، والجنزبيل كمان لو عندِك جنزبيل حُطّي كده ربع معلقة من الجنزبيل هيضيّع لِك خالص زفرة الفراخ، سيبيها منقوعة شوية في ليمون ودقيق وملح وجنزبيل هتلاقي الريحة خالص، خالص مش موجودة. تمام، جِبت عندي بقى إيه الشواية دي اللي هي مضلّعة، أهم حاجة إن أنا كسيت الصينية بتاعتي بألمونيوم فويل علشان خاطر أي دهون أو أي حاجة هتنزل في الألمونيوم ده يبقى سهل إن أنا هاشيلها، هتبقى الصينية بتاعتي زي الفل وما فيهاش أي حاجة خالص من الدهون اللي نزلت ولا اتأثّرت بيها ولا هاتعب في غسيلها ولا الكلام ده كلّه. بس، وشرّبت الفراخ بالتتبيلة بقى اللي موجودة عندي كده وسِبتها. أهم حاجة إن أنتِ لمّا تجيبي الشوايات دي ما تجيبيش اللي هي مجوّفة من جوّه، المجوّفة من جوّه مش هتدّيكِ التطبيعة للفراخ اللي هتطلع لِك وتشوفيها دلوقتي. خلاص، المجوّفة من جوّه دي مش هتخلّي الفراخ زي ما أنتِ حابة أو زي ما أنتِ عايزة، هاتي اللي هي بتضغطيها على بعض جامد وتحسّي إن المربعات دي قفلت على الفراخ كويس جدًا عشان تديكِ البصمة اللي أنتِ عايزاها. طبعًا مش هتخُش معاكِ بالطول في الفرن، ولكن هتخُش بالعرض. تمام، حطيتها بقى في الفرن وسِبتها ساعتين وكانت استوت وزي الفل، فقُلت بقى هاعمل بقى بما إني نزلت وجِبت خضار، فهاعمل فاصوليا خضرا فريش كده ومش هياخد من اللي في الفريزر، ما دام الخضار موجود استغلي الحاجات الفريش وسيبي اللي في الفريزر موجود هييجي لِك يوم ساقعة، يوم برد مش هتقدري تنزلي أو الكلام ده كلّه. ولازم برضه مش كل حاجة ناكلها إن هي متفرّزة لأ، لازم نجيب كده في أوقات نجيب الخضار بتاعنا فريش وناكله ما دام موجود، عشان خاطر الولاد يستفادوا منه، لإن أي حاجة إحنا عارفين إن هي بتتفرّز بتقِل من فايدتها شوية. وعملت الفاصوليا، بصلاية والطماطم اتسبِّكت، وحطيت في الآخر بعد ما استوت فصين كده من التوم وقفلت عليها وخلاص. بُصّوا الفراخ شكلها كان تحفة، تحفة، سلّكيها كده بالراحة وهتبدأ ما دام إحنا دهنينها زيت ما تخافيش هتطلع معاكِ بكل سهولة، لو أنتِ عندِك الشواية دي. خلاص، الفراخ كانت رهيبة، عايزة بقى تشغّلي لها فحماية براحتك، عايزة تسيبيها كده براحتك، بس هي طعمها كان تحفة، بس إحنا كنا الصراحة جُعنا خلاص ونفذ الوقت بتاعنا وبطننا بقت تصوصو بما إننا دبّينها الصبح يعني واكلين بتنجان يا جماعة، فما علينا يعني. بس، فاتغدينا والحمد لله عملنا الفاصوليا والرز والفراخ المشوية والحمد لله على كده، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، الحمد لله الذي أطعمنا من غير حول منا ولا قوة. وبالليل جُم قالوا لي بقى: "ما فيش حاجة حلوة؟" قُلت لهم: "تاني! هو لسه في حاجة حلوة؟ هو لسه في جوّه؟" ورُحت عملت إيه، قُلت لهم: "خلاص والله ما أنا حارماكم من حاجة، أنتم حبايبي برضه، خلاص وخيركم عليّا يا ولاد، تعالوا يالّا أنا هاعمل لكم كنافة بالقشطة." لقيت عندي في الفريزر كنافة، فقُلت هاعملها لهم بسرعة كده وسريعة، وأكتر حاجة سريعة ما تاخدش معاكِ وقت خالص. فهنا عندي نُص كيلو من الحليب، حطيت عليه معلقتين من النشا، دوّبتهم كويس جدًا، جدًا، جدًا. علشان ما يكونش في أي تكتلات خالص في اللبن. أهم حاجة حطينا الشربات بتاعنا الأول على النار، حطينا كوباية ونُص من السكر وكوباية ونُص من المَيّة، وسِبناها بقى لغاية ما تغلي غلوة، وبعد كده نبدأ نعصر نُص ليمونة عليها، خلاص، أو ملح ليمون. وهنا نسيت أحط معلقتين لبن بودر علشان خاطر بيدّي طعم حلو جدًا، بما إني ما عنديش قشطة، فقُلت إيه هيدّوني ريحة وطعم حلوة للقشطة بتاعة الكنافة بتاعتي. تمام، لو في بقى طبعًا قشطة بوكا إحنا عاملينها مع بعض قبل كده أو قشطة نسلة أو الكلام ده كلّه، بتدّي بقى إيه طعم يعني فظيع، رهيبة بجد. خلاص بعد بقى ما إيه، خلاص ادّتني القوام التقيل اللي أنا عايزاه ده، هاحط مكعب من الزبدة ورشة من الفانيليا بعد ما طفيت عليها، والسخونية بتاعتها هتدوّب الزبدة عندي، وهتبقى كده القشطة بتاعتي جهزت، هاسيبها تبرد لغاية ما أشوف الكنافة اللي عندي، عشان كل ده يبقى بارد خلاص. والسيرب بتاعِك لازم يكون يا إما الكنافة سخنة والسيرب بارد، يا إما العكس، تمام؟ الكنافة باردة والسيرب سخن، تمام كده؟ كانت الكنافة بقى طالعة من الفريزر، فبتبقى سهل في تفتيتها وتكسيرها، بتتكسر معاكِ بسهولة، بسهولة جدًا، جدًا، ما بتاخدش وقت خالص، يا دوبك إن أنتِ بتفتفتيها كده تلاقيها كلها اتفتفتت معاكِ. لو أنتِ عايزة تفتفتيها بسرعة جيبيها كده قبليها بيوم وحطيها في الفريزر، تاني يوم طلّعيها تلاقيها اتفتفتت، خلاص مش مستاهلة بقى ولا كَبّة ولا الكلام ده كلّه، بإيدِك كده هتلاقي كل الكلام ده كلّه اتفتفت معاكِ. أهي بُصّوا سهلة وبسيطة وسريعة، ومن الحلويات الشرقية اللي ما بتاخدش وقت تمامًا، 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 لو هتعمليها صينية كده على طول ما بتاخدش وقت خالص. المهم فتفتنا الكنافة بتاعتنا، دوّبت الزبدة عندي في الميكروويف وحطيتها كده كوباية من الزبدة وحطيت معلقتين من السكر البودر عليها، وهابدأ أفرُك كل الكلام ده كله مع بعضه، خلاص،
هاقلّب بقى السكر الأول علشان تدّيني لون حلو كده ودهبي في الفرن، تمام، وبعد كده هاحط كوباية من السمنة. الحلويات الشرقية بتحب السمنة، خلاص، ما تقلّليش علشان تطلع معاكِ الحاجة حلوة. ما دام قررتِ تاكلي يبقى كُلي بقى الحاجة بضمير. ما تستخسريش عشان تاكلي الحاجة مضبوطة مِيّة، مِيّة. تمام، فرَكت بقى السمنة بتاعتي في السكر بالكنافة كويس جدًا، 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 لغاية ما شرّبت السمنة كلّها وحسيتها إن هي كده إيه، بقت تمام التمام، مش محتاجة حاجة تاني خالص. لازم تشرّبي كل الكنافة اللي عندِك كويس بالسمنة، ما تسيبيش حاجة غير لمّا إيه، تقلبيها كده كلّها في بعض، تمام. السكر كمان بيدّيها طعم وريحة، بيدّيها طعم ولون قصدي حلو جدًا. المهم حطيت بقى إيه، سيّحت مكعب تاني ودهنت بيه الصينية، وهاحط لون أحمر، اللون الطعام الصحي اللي هو الإيه، اللي إحنا بنستخدمه ده، هاحطه فين، مع السمنة بتاعتي، هيدّيني لون أحمر كده في الكنافة، تبقى عاملة شبه الكنافة النابلسية، بتبقى حلوة جدًا. حطيت كده نقطتين 3 صغيّرين مش كتير، ما تكتّريش عشان ما يبقاش اللون معاكِ غامق أوي، تمام، بيدّيكِ لون حلو للكنافة. وطبعًا كده والّا كده ده لون صحّي مُصرّح بيه من وزارة الصحة، فاستخدميه، ما قالش لأ خالص، تمام. بس حطيت نُص الكنافة تحت، وأهم حاجة ما تسيبيش أي حاجة مفتوحة علشان خاطر القشطة بتاعتي ما تلزقش في الصينية أو تتحرق أو تطلّع ريحة أو الكلام ده كلّه. أي فتحات، أي الكلام ده كلّه لازم تعملي لها سور، علشان القشطة بتاعتِك أثناء التسوية ما تخرجش برّه الصينية، تطلع معاكِ كده شكل صينية الكنافة، شكلها كده محترم وحلو وجميل و يفتح النِفس كده. تمام، وبما إنِّك عملتِ الحاجة بقى يا تعملي بضمير يا إمّا ما تقوميش خالص تعملي. أنا عملت بضمير والله، كنت راضية عنهم اليوم ده، فقُلت لأ خلاص والله صعبوا عليّا، فقُلت لأ هاعمل لهم بقى إيه، حاجة حلوة وخلاص، مع إني كنت خلاص تعبت والله، بس قُلت لأ خلاص هاكمّل بقى اليوم وهاعمل لهم حاجة حلوة وخلاص. كل ده طبعًا في ميزان حسناتنا وإحنا عارفين، بنؤجر عليه في أي وقفة إحنا بنقفها، في أي حاجة إحنا بنعملها، فبنؤجر عليه والحمد لله على كل حاجة، نحمد ربنا على كل حاجة. بس القشطة بتاعتي بقى إيه، حطيتها كده وصبيتها في النُص ووزّعتها كده بالإسباتيولا، وأهم حاجة إن هي ما تخرجش برّه الصينية، أو ما تكونيش عاملة سور أو السور بتاعِك واطي وإن هي تخرج منه علشان ما تلزقش معاكِ في الصينية. بس هاوزّع كده بقى بالإسباتيولا على إيه، على الصينية بتاعتي عشان تبقى إيه، كلّها متشرّبة بالقشطة اللي موجودة عندي. والوش بقى هابدأ إن أنا أوزّعه كده برضه مش هابيّن منه أي حاجة، بس للأسف الشديد خدت منّي لون من فوق وتحت كانت شكلها تحفة. يعني هي أنا لو ما ولّعت الشواية كنت هانساها بصراحة، بس الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل، طلعت حلوة برضه وكلناها والحمد لله. وعايزة أقول لكم الصينية دي ما قعدتش، خلصت في نفس ذات اللحظة. في نفس ذات اليوم، والله العظيم ما قعدتش، عارفة اللي هو إيه، ما قالتش السلام عليكم يعني. بس بطّطت بإيدي كده تبطيطة بسيطة خالص، خالص، اللي هو إيه، يا دوبك على وش البتاع باسويها بس، تمام، ما تضغطيش عشان القشطة بتاعتِك ما تخرجش من الصينية. بس كنت بقى مسخّنة الفرن بتاعي وهاحطها في الفرن تاخد وقتها، وزي ما قُلت لكم كنت هانساها والحمد لله رب العالمين. ربنا وفّقني وافتكرتها في الآخر. أيوه بُصّوا ما رضيتش أورّيكم الشكل اللي تحت علشان ما تتصدموش، هي لأ هي مش محروقة أوي يعني، هي خدت لون إن اللي تحت كانت متصلة بالشواية كويس، الكهربا كانت اللي فوق عندي، الشواية اللي فوق بتبقى حامية شوية عن الجزء اللي من تحت، تمام. وكان عندي بقى سوداني حمّصته شوية في الميكروويف واديته تحميصة كده وحطيته بقى إيه على وش الكنافة، وكانت روعة، 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 مش قادرة أقول لكم كانت طعمها جميل جدًا، 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 جدًا. من الحاجات السهلة البسيطة والله اللي تعمليها في ثواني، مش هتاخد منِّك وقت خالص، ولمّا تعملي الحاجة بحُب بتطلع مِيّة، مِيّة. بس سيبِك من النسيان، أهي بُصّوا شايفين الحروف باين عليها إن أنا كنت هانساها، بس الحمد لله يعني ما اتأثّرتش أوي. وهي بقى سخنة بقى كده وجميلة، أنا بقى باعشق الحاجات دي سخنة، مع إني أنا مش من هوايات الناس اللي بتاكل كنافة في رمضان خالص، ممكن آكلها خارج رمضان، يعني في أيام تانية غير رمضان. بس بُصّوا بقى فظيعة، 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 أهو بُصّوا خدت لون، زعلانة أوي، بس الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة. بس وحطيت بقى غسلة كده في الغسالة آخر حاجة، وخلاص على كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده، كان كلّه شقة وكلّه روتين في المطبخ، والحمد لله على كل حال.
طبعًا لو عجبكم الفيديو واستمتعتوا معايا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير حبايبي في فيديو جديد، مع ألف سلامة.